السلام عليكم. النهاردة معادنا مع الحلقة التانية من قناتك على اليوتيوب. اتعلمنا ازاي المرة اللي فاتت ان احنا نفتح قناة خاصة بينا على اليوتيوب، والنهاردة هنتعلم ازاي نرفع فيديو على اليوتيوب خطوة بخطوة بشرح بسيط جدا. فيلا بينا نبدأ. ونبدأ مع بعض. اول حاجة نروح على الجوجل كروم، نفتح يوتيوب علشان اروح للقناة بتاعتي. تمام، ده لوجو القناة بتاعتي اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت. هروح على اليوتيوب ستوديو. وفتح لي هنا القناة بتاعتي اللي احنا عملناها. تمام، هاجي هنا هلاقي تحميل فيديوهات، بدوس على تحميل فيديوهات. طبعا قبل ما احمل الفيديو اكيد انا مجهز الفيديو بتاعي، سواء انا كنت واخد الفيديو بتاعي عن طريق التليفون او واخد الفيديو بتاعي عن طريق اي من الفيديوهات اللي هي بتعمل اديت للفيديو. تمام، فالفيديو بتاعي بيبقى مثلا موجود على اللابتوب، بحط الفيديو مثلا في مكان معين بكون انا عارفه عشان ابدأ احمل الفيديو ده. فعندي نوعين من الفيديو برضو لازم نبقى فاهمينهم. اول حاجة عندي في اليوتيوب في نوعين للفيديو، واحد بيكون للفيديو الطويل والتاني اسمه شورت اللي هي الفيديوهات القصيرة. الفيديوهات القصيرة بتبقى بسايز معين او يعني مقاس معين، اللي هو بيبقى المقاس الطويل اللي بيسموه فيرتيكال. تمام، والتاني بيبقى المقاس اللي هو الطبيعي بتاع الفيديوهات الطبيعية. تمام، برضو لازم تفهم ان لو الفيديو اقل من دقيقة او دقيقة ده بيتحمل على الفيديوهات القصيرة اللي هي بيسموها شورت، الفيديوهات اللي هي شبه فيديوهات التيك توك اللي انت بتلاقيها على اليوتيوب. فانت لو بتحابب تعمل فيديو شورت لازم الفيديو بتاعك يكون دقيقة او اقل. لو حابب تعمل فيديو عادي، تمام، بيكون الفيديو بتاعك اللي هو المقاس الطبيعي. تمام، بعد كده بختار الملف. طبعا انا اوريدي عملت الفيديو بتاعي. تمام، الفيديو بتاعي هنا هو موجود، بدوس اوبن وبيبدأ الفيديو بيتحمل بسرعة. تمام، وقت ما الفيديو بتاعي بيتحمل، هو جاري تحميل الفيديو، بيجي لي هنا التفاصيل، بيقول لي عايز عنوان الفيديو يكون ايه. تمام، انا مثلا ايه علشان خاطر اسم الفيديو كان هو اوريدي نفس العنوان اللي هو جمال الطبيعة، رحلة هدوء وسحر لا ينتهي. تمام، وبعد كده باجي هنا بدوس على الوصف، يعني بكتب وصف الفيديو عبارة عن ايه، وباستخدام لوحة المفاتيح بكتب ايه الوصف. يعني هقول وصف بسيط جدا عن الفيديو. طبعا اذا كان الفيديو دوت عبارة عن درس، او الفيديو دوت عبارة عن رحلة، او الفيديو دوت عبارة عن اي حاجة انت قمت بيها وعايز تشاركها مع الناس، فلازم تكتب الوصف دوت. اهم حاجة وانت بتكتب العنوان لازم يكون العنوان يبقى جذاب، لان هي دي اكتر حاجة بتشد الناس انها تتفرج على الفيديوهات بتاعتك. تمام، بعد ما كتبنا الفيديو او العنوان وبعد ما كتبنا الوصف، تمام، كل دوت والفيديو بيتحمل. تمام، هاجي هنا اسم الصورة المصغرة اللي هي بيسموها الثامبنيل. الصورة المصغرة ديت لو انت بتبحث في اليوتيوب، تمام، بتلاقي اول حاجة الفيديوهات قدامك بصورة معينة، الصورة ديت هي اول حاجة بتبقى موجودة في الفيديو. تمام، قبل ما انت تفتح الفيديو. طبعا الصورة ديت مهمة في ايه؟ الصورة ديت مهمة لانها ممكن تجذب عدد المشاهدات. يعني ممكن يكون محتوى الفيديو نفسه ما يكونش قوي جدا، ولكن من الصورة تخلي الناس تفتح الفيديو وتشوف ايه اللي جوه، فمهم جدا. طبعا لو انت ما حملتش الصورة المصغرة ديت اللي هي بيسموها الثامبنيل، تمام، اليوتيوب اوتوماتيك بيختار صورة من الفيديو نفسه. تمام، فهنيجي هنا نقول مثلا انا عامل اوريدي صورة، هاجي هنا ادوس على تحميل ملف. طيب دلوقتي هو عندنا عشان احمل الصورة المصغرة لازم يكون ادخل رقم التليفون بتاعي علشان خاطر ان هو يتأكد ان انا شخص طبيعي. تمام، لو انا ما حملتش الصورة المصغرة ايه اللي بيحصل؟ اليوتيوب اوتوماتيك بيختار صورة معينة من الفيديو نفسه، وهي ديت الصورة اللي بتبقى موجودة في الاول. تمام، طيب بيقول لي قوائم التشغيل. انت مثلا وانت بتعمل الفيديوهات بتاعتك بتحطها في قائمة تشغيل على اساس مثلا خلينا نقول انت بتقدم كذا محتوى. هنقول بتقدم محتوى عن السفر، وبتقدم محتوى تعليمي، وبتقدم محتوى مثلا عن معلومات مفيدة. فانت بتيجي هنا تعمل قائمة لكل حاجة على اساس اللي بيتابع قناتك يبقى سهل جدا ان هو يروح
يشوف ايه القايمة اللي هو محتاج. تمام، انا ما عنديش هنا قايمة، ممكن ادوس انشاء قايمة. هقول مثلا ان ديت ايه العنوان يكون السفر. تمام، او ورحلاتي مثلا، لو حد متابع رحلاتك على اليوتيوب. تمام، وبكتب الوصف تمام عن الرحلات ديت. تمام، وبعد كده بدوس انشاء. تمام، اصبح عندي هنا قائمة. تمام، وباجي على كلمة تم وادوس عليها. تمام، فالفيديو بيتحمل على قناتي في اليوتيوب في قائمة رحلاتي. تمام، بعد كده بشوف كل المعلومات ديت. لازم امشي واحدة واحدة على اساس ايه؟ اعرف الفيديو دوت، هل الفيديو دوت بتاعي مخصص للاطفال ولا لا. تمام، فبقول لا، الفيديو دوت بتاعي مش مخصص للاطفال. تمام، حظر على فئات عمرية معينة، يعني مثلا لو بتحمل فيديوهات معينة فيها مناظر ما تكونش كويسة للاطفال، فلازم طبعا ايه، لازم اكتب المعلومات دي كلها. تمام، وبعد كده بدوس التالي. طيب، دلوقتي جات لي صفحة عمليات التحقيق. تمام، عن عناصر الفيديو: يمكنك استخدام البطاقات وشاشات النهاية لعرض الفيديو ذات الصلة والمواقع الإلكترونية والعبارات التي تحت المستخدم على اتخاذ إجراءات مزيد من المعلومات. طيب، تمام، دلوقتي لما بكون عندي انا قناة اليوتيوب ويبقى عندي كذا فيديو. تمام، باجي هنا على اضافة شاشة نهاية الفيديو، مثلا بقى عايز اعمل ترويج لفيديو تاني. تمام، اللي هو من فيديوهاتي، فبدوس مثلا اضافة. تمام، وباجي مثلا على اخر الفيديو اللي هو في المنطقة دي، هو بيجيب لي كذا اوبشن. بيجيب لي مثلا هنا فيديو واحد واشتراك واحد. تمام، لما حد بيدوس على العلامة الدائرية ديت اللي هي بيشترك، والعلامة ديت بتبقى ايه؟ بتبقى فيديو من الفيديوهات اللي عندي بحاول اعمل لها ايه؟ بروموت. تمام، فبتيجي ديت عندي في اخر الفيديو. تمام، خلاص كده. تمام، باجي على حفظ وادوس حفظ. تمام، اضافة بطاقة. برضو لو عندي فيديو معين عايز اضيفه نفس الكلام، باجي على هنا بدوس اضافة بطاقة. تمام، لما بحاول برضو اعمل بروموت لفيديو من الفيديوهات بتاعتي، ان شاء الله لما يكون عندك كذا فيديو هتلاقي الموضوع دوت بيكون افضل ليك، على اساس ان انت تعمل بروموت للفيديوهات بتاعتك. تمام، وبعد كده بدوس على التالي. تمام، عمليات التحقيق. تمام، طبعا لازم تبقى فاهم كويس ان الفيديو بتاعك لازم يكون فيديو حصري بتاعك. ما ينفعش تاخد فيديوهات من حد وترفعها على اليوتيوب. ما ينفعش مثلا تنزل فيديو من على التيك توك او من الانستجرام او من اليوتيوب نفسه وترجع تنشره تاني، لان دوت بيندرج تحت حقوق الطبع والنشر. تمام، طبعا لا قدر الله انت مثلا عملت حاجه زي دي، الفيديوهات بتاعك او القناه بتاعتك ممكن تتقفل. فتاكد دايما ان الفيديو حصري بتاعك. برضو اذا كان في موسيقى او صور او فيديوهات متاخده من ناس تانية او من مواقع تانية، خلي بالك ان ممكن سهل جدا ان اليوتيوب يعرفها، او صاحب حق النشر يعرفها ويجي يطالبك، وساعتها برضو بتبقى معرض ان الفيديو بتاعك او القناة بتاعك تتقفل. تمام، فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده كويس. طيب، فيجي هنا عند حقوق الطبع والنشر: لم يتم العثور على اي مشاكل. طبعا لو انت واخد فيديو دوت قابي من اي مكان، تمام، فبيجي لك هنا مثلا ايه؟ بيجي لك هنا اكس. تمام، لكن ما عنديش انا هي مشاكل لان انا اللي عامل الفيديو. تمام، وبدوس على التالي. طيب، بتجي لي اخر صفحة اللي هي مستوى العرض. طيب، دلوقتي لو انا عايز اعرض الفيديو خاص ولا غير مدرك ولا علني، يعني كله مهم جدا برضو الموضوع دوت. هل انت عامل الفيديو دوت لفئة معينة من الناس، او جروب معين من الناس، او اي حد ممكن يتفرج عليه؟ فطبعا هنا انا بدوس علني لان يمكن الجميع مشاهدة الفيديو، فما فيهاش اي مشكلة. تمام، لكن لو عندي مثلا الفيديو دوت يستخدم رابط معين او ان انا هبعته لناس معينة، تمام، لازم ادوس على دي. تمام، طيب، ده موعد العرض. طيب، ما عنديش لان انا عندي الفيديو هيبقى عام. وبعد كده بدوس نشر. تمام، بيجي لي اخر حاجة واخر صفحة، بيقول لي لو عايز تشارك الرابط بتاع الفيديو بتاعك مع اصحابك. مثلا انت عندك قناة فيسبوك او عندك انستجرام او عندك واتساب. تمام، لما بتيجي على واتساب تدوس عليها، تمام، الرابط دوت بيروح للناس اللي عندك على الواتساب. بتحدد طبعا القائمة اللي انت عايز تبعت ليها الناس. مجرد ما الناس بتدوس على الرابط دوت بيروح للناس ديت.
تمام. ففي الوقت الحالي مفيش فيسبوك ومفيش واتساب، فبدوس على اغلاق. اول ما بدوس على اغلاق بيجي لي بقى ايه البيانات بتاعه الفيديو بتاعي. دلوقتي اصبح عندي فيديو موجود على القناة بتاعتي، تمام. وبيجي لي هنا عدد المشاهدات ونسبة النقر على مرات الظهور، متوسط مدة المشاهدات او متوسط مدة المشاهدة، وكل المعلومات الخاصة بالفيديو. تمام. دلوقتي لو عايز اروح للفيديو بتاعي باجي على كلمة المحتوى، تمام. بيجيب لي كل الليستة اللي عندي. ان شاء الله لما يكون عندكم فيديوهات كتيرة هتلاقيها موجودة هنا في الليستة. وباجي هنا لو عايز اتفرج على الفيديو بتاعي على اليوتيوب بدوس على علامة يوتيوب، بيحولني من الاستوديو بتاعي لليوتيوب العام، وتبدأ تشوف الفيديو بتاعك لايف موجود. زي ما انتوا شايفين ده الفيديو اللي انا حملته، تمام، موجود وزي ما انتوا شايفين هنا ده العنوان اللي احنا حطيناه، ده الوصف اللي احنا عملناه للفيديو، موجود كل حاجة موجودة. تمام. ارجو تكونوا استفدتوا. لو عندكم اي معلومات عن الفيديو او عندكم اي استفسار ابعتولي. سلام عليكم. يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.